يا مساء الورد ومساء الفل ومساء كل حاجة حلوة عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة بجد جميلة جدا وتفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل مع بعض الشاورما زي الشاورما السوري بالظبط، وكمان طعمها جميل جدا والصوص بتاعها زي ما انتوا شايفين كده جميل جدا بجد. ممكن تاكلوها بعيش، ممكن تعملوا جنبها مكرونة او شوية رز بسمتي يعني. بجد خطيرة. كده انا جبت الصدر معاكم كده. انا طبعا غسلته كويس جدا ونقعته في مية وخل وشوية ملح وشوية دقيق، وسبته ربع ساعة وبعدين شطفته شطفة تانية وسبته يصفى وبعدين بقطعه معاكم كده. ممكن تقطعيه شرايح طويلة، ممكن تقطعيه مكعبات كده زي ما انا قطعته، يعني براحتك. ممكن كمان بنص الصدر بس، يعني ممكن ما تستخدميش الصدر كله، ممكن بنص الصدر بس لو انتوا يعني عيلة مش كبيرة تعملي بنص الصدر بس الشاورما دي. يعني اعملي الكمية اللي انت عايزاه. لو انتوا يعني افراد عيلتك شوية صغيرين ممكن تعملي نص الصدر بس، انما انا يعني ما شاء الله عيلتي كبيرة فعلشان كده عملت الصدر كله. بقطعه مكعبات كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. بجد هنعمله بطريقة حلوة جدا زي بتاعة المطاعم بالظبط، يعني زي مطاعم الشاورما بتبقى طعمها جميل خالص. طبعا الولاد بيحبوا الاكلات من بره وكده، فاحنا ما نعمل الاكل يعني الاكلات بتاعت بره دي نعملها في البيت بتكون انضف واحسن وحاجة مضمونة كمان، وكمان هنوفر. طبعا بعد الغلا اللي احنا فيه ده الاسعار بره بقت حاجة صعبة يعني، فياريت كل حاجة نعملها في البيت. وزي ما انا قلتلك لو انتوا يعني عيلة مش كبيرة هتوفري كمان وتعملي نص الصدر، وممكن النص التاني تبقي تعملي بيه بأي أكلة تانية. هبقى اعمل برضو معاكم أكلات اقتصادية ان شاء الله علشان برضو نوفر. كده يا حبايبي انا قطعت الصدر وخلصت وبقطع دلوقتي البصل. ممكن برضو تقطعيه شرايح وممكن تقطعيه مكعبات براحتك، بس انا ولادي ما بيحبوش البصل في الاكل وكده فانا بقطعه مكعبات علشان لما اجي اسويه مع الشاورما وكده ميبقاش ظاهر. كده يا حبايبي طبعا طريقة سهلة وسريعة وجميلة جدا، وممكن كمان اي حد يقدر يعملها، وبتبقى بجد ريحتها جميلة خالص وطعمها كمان تحفة. بجد ولادي بيطلبوها مني على طول، بتعجبهم جدا. كده يا حبايبي قطعت البصلاية زي ما انتوا شفتوا. معايا كمان فلفل الوان، فلفل اصفر وفلفل احمر، ومعايا كمان فلفل اخضر. الاضافات دي براحتك يعني، اللي انتي حابة تحطيه ضيفيه. قطعت الفلفل الاصفر كده معاكم كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش بقى تصلي على سيدنا محمد. كده يا حبايبي انا قطعت الفلفل الاصفر وبقطع دلوقتي الفلفل الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التقطيعة اللي تعجبك يعني، التقطيعة دي براحتك برضو. ويا ريت يا حبيبة قلبي لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كده بقطع الفلفل الاحمر، وكمان هنحط طماطمايه علشان يدينا الصوص الاحمر الجميل كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وطبعا يا حبايب قلبي ما ننساش ندعي لاخواتنا في سوريا وتركيا. ربنا يرحم موتاهم يا رب ويجعلهم في الفردوس الاعلى ويصبر اهلهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويشفي مرضاهم يا رب، يشفي كل مريض ويرفع عنهم الغمة والبلاء يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يرفع البلاء والغلاء عن الأمة كلها يا رب، ويرحمنا برحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. ويقدرنا كلنا على المعيشة الغالية دي. الفراخ بالكيلو ب80 جنيه واللحمة الكيلو ب240 جنيه، فبجد مش عارفين نروح فين يعني. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين.
كده يا حبايبي انا قطعت الفلفل الاصفر وقطعت البصل وقطعت الفلفل الاحمر كمان، وبقطع دلوقتي الطماطمية برضو مكعبات، انا مقطعهم كلهم مكعبات كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت كده حلة على النار. اهم حاجة ان انتي بتحطي الحلة تسخن شوية وبعد كده تنزلي فيها البانيه بتاعك، يعني بتسيبيها تسخن وبعد كده بتنزلي فيها المكعبات بتاعة البانيه اللي احنا عاملينها، علشان علشان ما تنزلش ميتها وتنشف معاكي. يعني اول ما تنزلها شفتوا كده، طبعا يعني الحلة سخنة، واول ما انزلها كده علشان تاخد صدمة وما تنزلش المية بتاعتها وتبقى ناشفة معاكي كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا نزلتها وببدأ اقلبها كده، وبرده النار يعني مش ههديها شوية تبقى وسط كده. ويلا بقى يا حبايبي نشوف التوابل اللي هنحطها عليها. طبعا ديت البصل والطماطم والفلفل الحاجة اللي قطعتها معاكم. معايا معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح ومكعب مرقة دجاج، ودي تتبيلة الفراخ بتغنيكي عن اي توابل تانية، يعني فيها كل التتبيلة وبتدي طعم حلو جدا للشاورما بتاعتك. وفي توابل كمان مخصوصة للشاورما بس انا بصراحة ما كانتش عندي فحطيت توابل الفراخ دي، بس بجد حلوة جدا يعني. طبعا دي الفراخ بتاعتي بعد ما اشوحت كده واخدت الصدمة بننزل عليها بالحاجات اللي انا قطعتها. بنزل بالبصل الاول واقلبه كويس جدا مع قطع الفراخ بتاعتي، وهنزل بقى بالفلفل الالوان، وهنزل كمان بالطماطم. طبعا انا ما كانش عندي فلفل اخضر، لو عندك ممكن تضيفي برضو بقى جميل جدا وبخلي ريحة الشاورما بتاعتك حلوة. هنديهم بقى تشويحة كويسة جدا مع قطع الدجاج بتاعتي. نزلت طبعا الفلفل الاسود والبهارات زي ما قلت لكم، المكعب مرقة الدجاج ده. طبعا لو ما عندكيش يعني ما عرفتش تجيبي الكيس بتاع البهارات ده، ممكن تحطي بصل بودر وتوم بودر وحبهان وورق لوري ومستكة، طبعا ده كله بودرة. يعني اي توابل عندك بتحطيها بتبقى جميلة جدا برضو. وبرضو زي ما قلت لكم خلطة الشاورما كمان بتديها طعم تحفة، بس للاسف ما كانتش عندي. وكده بقى الشاورما بتاعتي بعد ما خلصت بجد طعمها وريحتها تحفة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يا ريت اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات طلعت معاه عاملة ازاي، واللي يجربها وتعجبه يا ريت يدعي لي دعوة حلوة من قلبه، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وان شاء الله تدوقوا احلى شاورما، وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.